السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كارثة تعتبر هي الأولى من نوعها إن اللي يشوفها النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، وهو لاعب هو المفروض نجم الفريق، فجأة وبلا مقدمات بيعمل شغل أطفال وشغل عالم أندال، وبيتهرب من البعثة ولا الأطفال، وبيقفل تليفونه ويخلي الأسرة بتاعته تقفل تليفوناتها عشان ما يعرفوش يتواصلوا ليه، ويتخلف عن الرحلة لتنزانيا. انا ما شفتش كده بصراحه، ورجائي للنادي الاهلي لان في حاله غليان لكل الاهلاويه وانا على راسهم. امام عاشور هذا الشخص المتجاوز، هذا الشخص المستهتر، هذا الشخص مش عايز اقول اتقي شر من احسنت اليه. ده انت كنت جاي تعيط من ميتلاند مش لاقي تاكل ومش قادر تتاقلم عشان سلوكياتك زفت عشوائيه، وجيت تبوس الايادي. قال لك المستشار مرتضى منصور روح يا حبيبي دور على مصلحتك، الفلوس اللي خدناها من ميتلاند صرفناها، جبناك في الاهلي ولمعناك، كنت في الزمالك مش بتمشي على الحيطه يعني ولا التنين المجنح، كنت لاعب عادي، كبرناك ولمعناك وخليناك حكايه ونمره واحسن لاعب في مصر زي لعيبه كتير. الاهلي اللي بيصنع النجوم، انت جاي نادي القرن، انت جاي نادي اكبر نادي في افريقيا في البطولات واكبر نادي في مصر في البطولات، سواء دوري ولا كاس ولا دوري الابطال. انت فاكر نفسك مين؟ انت فاكر نفسك في عزبه؟ لما تعمل كده مع الاهلي هذا تصرف اهوج ولا يغتفر. ومحدش يقول لي ادم وطني، محدش عبيط ساذج يقول لك ادم وطني لعب في دماغه، هو الموضوع على هواه. وهو افتكروا فيديوهات اللي قبل كده قلت انا لا حاسس ان هو شكلنا ولا لوننا ولا حاسس بيه، يعني اللي حزنت عليه فعلا وابن الاهلي ودم الاهلي واخطا وكل الاهلاويه حزنوا عليه رمضان صبحي. ما هو ده اللي كان بيقول لك في من صغري زملكاوي وبعدين بقى من صغري اهلاوي. هو ده كانت غلطه كبيره يوم ما اداره الاهلي جابت واحد زي دوت متجاوز ونجيبه تحت اي بند وتحت اي شعار. ما تقوليش كان في النادي تاني وجه الاهلي، احنا بندفع ضريبه. كهربا، شوفوا كهربا كده انهي نادي طول فيه او كمل فيه؟ هذا غير مقبول، هذا عبث، دي خيبه من الاداره بصراحه. كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ مع احترامي نبوس ايديكم، هذا المتجاوز، هذا الانسان الخاين يعرض للبيع. مفيش حاجه اسمها غرامه 1.5 مليون وايقاف ويتدرب منفرد لمده اسبوعين. مش عايزين نشوف في الملعب، وما تقوليش يجي عقد، احنا منفتحين ويجي عقد يليق بيه وبينا، يليق بينا احنا الاهلي نادي القرن، النادي اللي بينافس ريال مدريد، انما ولا حاجه. هو شوفوا غيره كده كانوا في الاهلي ايه وبقوا دلوقتي ايه. شوفوا رمضان صبحي، شوفوا عبد الله السعيد، تاريخ الاهلي. ده الاهلي يا جدعان عيب، عيب، ما يصحش حته عيل زي دوت يلعب باداره الاهلي وجماهير الاهلي وعلى كل جماهير النادي الاهلي. انا واحد من الناس كنت داخل في جروبات فيها اسم امام عاشور، جروبات مبدئيا، ولازم يتعمل هاشتاج برحيل امام عاشور. ده امر مش تمر، دي رغبه عامه. ما تقوليش هحاسبه وهعاقبه واقومه، وما تقوليش عنده متحور ومتلون. ده انسان متجاوز عشوائي. الراجل يسرب من مصادر في البعثه، مش مصدق ان لعيب رقم 1 في الفريق ما شافش كده الراجل في اوروبا. ايه العشوائيه دي وايه الاستهتار ده وايه الانحدار الاخلاقي ده؟ ولا اسوأ، كانت غلطه كبيره يوم ما الاهلي جابك بمشاكلك والمول وخناقه التجمع وتضرب عامل دليفري وتاكل كبده، واحد بياخد ملايين راح ياكل اكل بايظ في الشارع، يجي لك فيروس ايه؟ يجي لك خلع في الكتف، الاهلي يستحملك 3 شهور وبعدين يجي لك الفيروس ايه من فيستحملك 6 شهور تاخد عقدك كامل وفلوسك كامله ويعالجك في احسن الاماكن، وتسافر بره تعالج، تقعد حوالي 6 شهور ما بتلعبش كوره، تاخد مرتبك بالكامل. تكون دي جزات الاهلي؟ ده لعيبه الزمالك بتروح تعالج على حسابها. الاهلي مع امام عاشور بالظبط زي اتقي شر من احسنت ليه. على الاهلي والان وليس غدا ان يعلنها صريحه عرض امام عاشور للبيع، ودي رغبه ملايين الاهلاويه. ويا ريت اخوات الاهلاويه اللي موافق على هذا الكلام يأيد هذا الكلام، ويا ريت الكلام دوت يوصل للاداره، لان الواحد فعلا متغاظ، فعلا متغاظ. البني ادم ده عمل كتير جدا.